أخي المستمع الكريم، إليك هذه المجموعة من القصائد أرجو أن تنال إعجابكم. القصيدة الأولى بدعة الشاعر محمد أحمد الرطب الجوفي، يقول فيها: أنا ابن الرطب كاتب وشاعر معاصري، أجاد الغريمي وفليه بالمناظرة مع الله، ما ناشي مجند وعسكري ولا تبع حكومة عند دولة مجاورة. وقم يا رسولي بكر الصبح باكري، وقول يا ولد جحلان نبغى محاورة لماذا سفكت دم صاحبكم البري بقوات غربية وبأسباب سافرة. وقفتوا مع العدوان حق الزهيمري، ضرب لبريا ب2000 غائره بطايره، ولا الحر يستنجد بعدوان بربري، ويقطع علينا الواردة والمغادرة. ويا مرتزق بعت اليمن لم تفكري بأن الوطن معياركم من معايره. يقولوا يا مرتزق بعت اليمن لم تفكري بأن الوطن معياركم من معايره، بلادي عزيزه ولا هي المفتري، يريد الحديده من على ظهر باخره، لمن دي تغني يا عروسه وتحجري لذي خانشه وذي ذا العنش عساكره. مع سلطة أمر الواقع الله أكبر، بنينا حكومة والحمولات جايره، ومجلس سياسي الاشتراكي وناصري وبعثي وحزب المؤتمر كل كادره، فتحصل له السيد الغايب وحاضري، ولا قال ما لفقتوا عليه السماسرة. ممثلكم الشرعي مع من تصوري، ومبروك نتلياهي لكم والمعاشرة، تقولون لابد أن صنعاء تحرري وصنعاء اليمن بيد أهلها اليوم عامره، بعيدا عليكم عاد في كل محوري مغاوي بالمرصاد وعيان ساهرة. يقول بعيدا عليكم عاد في كل محوري مغاوير بالمرصاد وعيان ساهره، ويا صاحبي بعت الصحب وانت مشتري ولا تنظروا للبعد بعيان ناظره. انا ابغى تحاورني على كل ما يجري فيه الخاص ولا العام، ما ابغى مهاتره روعته لداعش واصبحوا عند صابري، بغيت اقولها للجوف تبقى محاصره. قال روعته لداعش واصبحوا عند صابري، بغيت أقولها للجوف تصبح محاصرة، ويا أصحابنا كنتوا تبوها تهدري، وحامت على زعج النسور الكواسرة، تديعش علي جوفي وتيسي وعامري، مع ابن الصليمي والزوب والشواهرة، وهذا البغدادي وذا الظواهري، وحطوا على قيفه مربع ودايرة. ولا مرت بالمعروف أو انهيت منكري، ولكن وقفتوا ضدنا يا عباقره، وصلوا على طه الشريف المطهري، عدد ما قرح رعده ما شن ماطره. أخي المستمع الكريم، وهذا الجواب من شاعر إبراهيم جحلان الجوفي، يقول فيه: سألناك يا والي وعالم ساتري، تدمر مماليك الطغاة الجبابرة، وتجعل على الظالم تدور الدوائر، ولا قدره إلا قدرة الله قادره، يا رب صبرني لما هو مقدري، ولا ساند المخطي ولا أخذ بخاطره. يقولوا يا رب صبرني لما هو مقدري، ولا ساند المخطي ولا أخذ بخاطره. أنا أكتوبري سبتمبري مقدر أنكري، وفبراير يديسوا عليه المؤامرة، وسجل بحبري كل شيء في دفاتري، وموقع وصفحة في خيالي وذاكره، ولا أخضع للبلالي وعلمان يخطري، ولا 12 في باطره عكس ظاهره. يقول ولا خضع للبرالي وعلمان يخطري، ولا 12 في باطنه عكس ظاهره، ويا مرحبا بقوال هزت مشاعري، وانا ليس من قطعانكم يا برابره، وما جابه الحوذي فهو كيد ساحري، ولا يفلح الساحر ولا من يناصره. يقولوا ما جابه الحوثي فهو كيد ساحري، ولا يفلح الساحر ولا من يناصره، لقد ظل قومه مثل ما ظل سامري، وقومه عبيد العجل طاعوا أوامره، وثوار فبراير عليهم تآمري، وهو كان في الساحة من أول مظاهرة. يقولوا ثوار فبراير عليهم تآمري، وهو كان في الساحة من أول مظاهرة. أتت بعدها أحداث الزمن والمخاطري، بدل ما يزينها يزين مقابره ويبني ومشل الحكم الأشعث والأغبري. حكمت على شعب اليمن بالمصابرة، رفعت معيشة شعب وضعه مدهوري، وقوة المواطن تجروبهم تاجره. يقول رفعت معيشة شعب وضعه مدهوري، وقوت المواطن تجروبه متاجره، وحملتوا المسكين دم المحطوري، ودي تلعبوا بالشعب بطه وباصره، بنيتوا حكومتكم على شكل هستري، وتبت يد الظالم ومن هو مآزر. يقول بنيتوا حكومتكم على شكل هستري، وتبت يد الظالم ومن هو مآزر، فرضتوا جبايه مال هيئة مبرري ومجهود حربي تدفعه كل قاطره، وقلتوا حسن زيد الوزير الموقري وزير الرياضة جاء مفتح مناخره، ويا رب مشرف كان فقري قد ثري، ويا رب سيد دي يصبوا عمايره، وعسكرته اجباري ولقحته الذري، وهذه حقائق ليس فيها مناكره وتهجير قسري، واعتراض المسافري ومن هم مغفل شاف الاوضاع سابره. يقولوا تهجير قسري واعتراض المسافري، ومن هو مغفل شاف الاوضاع سابره، وضرب المطاحندي على البحر الاحمري، عمل من فقد دينه ماتت ضمائره، يا صاحبي حملتني والله اخبري، ويدي عفيفه باذن ربي وطاهره، وكل حملكم يا تلاميذ الاخضري، إذ يستخدم التقي لكم المحاضره. يقولوا كل عملكم يا تلاميذ الاخضري،
دي استخدم التقيه لكم والمحاضرة، ولا أنا جمل في معصره وأنت تعصري، ولا أنا حجر لا قلت سيري وسايره وجمعتها من حوري لا قفد وري، وسيتوا على نوفان كمن مغامره وشيعتوا الشقبة وحوثتوا القري، وسيدك وداعش ساعد أيمن وأيسر وتنظر، يقول وشيعتوا الشقبة وحولتوا القري وتنظر قداقيفه بنظرات ساخرة، وسيدك وداعش ساعد أيمن وأيسري، ولا ينكر إلا من عمية بصائده كلامي وأنا مسؤول أقرر مصادري، ولا حربهم قدامنا إلا مناورة، صلاتي من عماقي وسري وخاطري على المصطفى ذي حبها الله واثره صفوة بني آدم الأول والآخر، نبي في الدنيا شفيعي في الآخرة. أخي المستمع الكريم، وهذه مجارة من الشاعر عبد الله مفتاح الحوشبي، نقول فيها: إلهي بذكرك يهتدي كل حايري، وقلبه بيدك وارده وصادره، رضاك أنت يا ربي هو أول شعايري، وعونك مع عبدك أدي شعايره. لك الحمد ما يحصيه مسلم وكافري، لك الحمد يا مفني عروش القياصره، ويا هاجسي ليش انت رافض أوامري، ولك في بحور الشعر موجات هادرة، ويا هاجسي ليش انت رافض أوامري، ولك في بحور الشعر موجات هادرة، وهات الحروف الفاخرة لا تأخري، وشارك مع أهل الجوف بأبيات نادرة. وخنت الوطن والشعب لا زال صابري، حكومات شكلتوا على الشعب ماكره، وكلا على الثاني يقول انت ماكري، وحال المواطن ذي لطم صوابره. يقولوا كلا على الثاني يقول انت ماكري، وحال المواطن ذي لطم صوابره. اذا ما انتهت الحرب في الكل خاسري، قد الشعب باغر منكم لا حناجره، وقم يا رسولي والتكل فوق كامري، وشوف زيت ماطوره وعاير توايره، وما وانت بتروا لك في الخط حاذري، وصل سلامي لكل قيفي وحاوره. يقولوا مونت بتروا لك في الخط حاذري، ووصل سلامي كل قيفي وحاوره، من المستفيد من ذا الحروب والتناحري، سوى الحاقدين والشامتين والسراسره، وشردتوا المسكين بضرب المعابري، قد النازحين مثل الطيور المهاجره. يقولوا شردتوا المسكين بضرب المعابري، قد النازحين مثل الطيور المهاجره، ولا همكم غير السلاح والمواتري، وتموين حرب اطرافها الكل خاسره، وبعتوا ضمائركم لناقم مفاجري، اجندات نفذتوا لشله مذافره. يقولوا بعتوا ضمائركم لناقم مفاجري، أجندات نفذتوا لشله مذافره، وغبني على كم من أسد في المقابري، وكم يا مهندسين وكم يا دكاترة، على حسم ذا الحرب، على حسم هذا الحرب ما حد بقادري، لأن الهدف منها رضا أطراف ماكره. أنا سالكم بالله لحد كابري، إذا عاد لاحت الحوار يبادره. أنا سالكم بالله لحد كابري، إذا عاد لاحت الحوار يبادره، وذاقت قلوبكم حجر من عباصري، في يا ويل هذا القلب من بطش فاطره، وخافوا من الله ذي خلقكم مصوري، إذا الحق حصحص يا العقول المحجرة. وخافوا من الله ذي خلقكم مصوري، إذا الحق حصحص يا العقول المحجرة، ومهما مكرتوا عاد هو خير ماكري، وهو منصف المظلوم ولا شك ناصره، في الحرب ما فلحتوا ولا بالتحاوري، عملتوا من أنفسكم ملوك المنازل، وسبح معي كل غافل وذاكري، بذكر اسم ذي ما قط شي خاب، ذاكره وصليت من قلبي وداخل سرايري، على المصطفى ذي فضل الله مآثره. وسلامتكم. عبد الله مفتاح الحوشبي. أخي المستمع الكريم، إليك هذه المجموعة من القصائد، أرجو أن تنال إعجابكم. القصيدة الأولى بدع